كل الاباء الموجودين هنا على ارض مصر كل همه اولاده يبقوا كويسين. ابني سافر وانا اللي وافقت على سفر السعوديه واقنعته بيها عشان الامن والامان في السعوديه. بالرغم ان كان جاي له امريكا وكان جاي له الهند وكان جاي له السويد، ودي ده انا اخترت السعوديه. انا مش هنا عشان هاجم السعوديه او هاجم زي بعض الناس بتفكر انا يهمني امن السعوديه زي ما بيهمني امن مصر. لان لو اقول النهارده امن السعوديه بلد الحرمين بيتهدد ولا واحد من الموجودين ده هيسكت هيقوم يجري عشان يدافع عن امن الحرمين. انما ابن المسافر ملوش اي علاقه بالسياسه ولا خريج سنه 2004 خبرته كلها شهور، حاسس آلي جيد جدا، حصل على منحة أوريكا في الاتحاد الأوروبي وهم اللي طلبوه وسافر. للأسف مش عارف هقول إيه أو أعبر إزاي عن الألم اللي إحنا شعرنا بيه بعد ما اتصل بالتليفون وحجز التذكرة بتاعته عشان يجي يتجوز في العيد هنا هو وحجز قبل ميعاد سفر شهر بالظبط اختفى. يعني شيء غريب، تسأل الخارجية مفيش أي معلومات، تسأل السفارة مفيش أي معلومات. معنى كده إن واحد اختفى اتخطف ومش موجود على وجه الأرض. وللأسف السفير بيقول أنا ما اضمنش إن يكون حي يوم أو موجود في الحتة بالظبط. واحنا بنعمل محاولات. هل الكلام ده يبقى مقبول؟ انا كراجل سني 63 سنه وقفت على القناه سنه 73 من يوم ما اتخرجت سنه 68 بقيت ضابط في الجيش عشان ادافع عن كرامتي وكرامه اللي جاي بعد كده. والكلام ده مش شعارات زي بعض ما يقول. الكلام ده حقيقي. انا كنت ممكن ما اخشش الجيش خالص وممكن اثبت هذا الكلام، وبالرغم من كده انا دخلت الجيش لان كان ايامها لازم كرامتنا تبقى فوق الكل، واللي كنا بنسمعه عن وصلنا لسمعتنا اللي كانت في كل مكان في العرب وفي الخارج بعد الهزيمه. وقفت على القناه وحاربت. يا ريتني انا النهارده كنت شهيد مع الشهداء اللي استشهدوا ولا انيش اشوف ابني ما اعرفش عنه حاجه في حاله المهانه اللي هو فيها في سجن. يقال انه من حسب ما سمعت دلوقتي انا ما كنتش اعرف الموضوع دوت سجن مروع زي ما قال الاستاذ جمال. فمش عارف يعني يبقى فين اللي انا حلتله وفين اللي انا واقف فيه. الناس اللي بتقول ان كلمه الكرامه زي ما رد عليا مش السفير للاسف يعني الاستاذ جمال عيد هنا الموظف في الخارجيه قال لي بقول له كرامتنا، قال لي كرامتنا دي في التلفزيون. هذا الموظف يصلح ان يكون واجهه لمصر وليا؟ طب لما هو يقول كده هتكون النتيجه ايه؟ بقت الناس تتعامل معايا ازاي؟ لا مش قادر يعني. انا من هنا مره ثانيه بقول انا مستعد اروح بنفسي اسلم نفسي للسلطات السعوديه لان انا اللي غلطان مش ابني. انا اللي غلطان اللي وديت ابني وافقت على سفر ابني يعني. ومش هطول عليكم وربنا معانا باذن الله. مره ثانيه بناشد الرئيس حسني مبارك وبناشد الملك عبد الله بكل كرامه